السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن رؤية الأرقام في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا حبايبي يا ريت يشترك ويشرفنا في القناة. اللي عنده أي استفسار ولا أي رؤية يخش على صفحتي على الفيسبوك أو على اليوتيوب ويكتب له، إن شاء الله أنا هكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله. بشكر حبايبي الحلوين اللي دايما يكتبوا لي تعليقات جميله، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. بصوا يا جماعه، احنا هنتكلم دلوقتي عن رؤيه الارقام. رقم الصفر هو رقم مكمل لكل شيء، يبقى جنب الواحد يبقى 10، جنب الاتنين يبقى 20، هو مكمل لحاجات كتير، يبقى مكمل لحاجات في حياتكم. رقم واحد، رقم الواحد الأحد، رقم التوحد، رقم البشرة بالخير، ده رقم واحد. رقم الاستقرار في حياتك، تمام. رقم اتنين، رقم البشرة بالزواج القريب أو الخلفة أو العمل، إن أنت مستنية عمل أو إن أنت مستنية وظيفة أو طالب مستني نجاحه، ده رقم اتنين برضو البشرة بالخير. رقم تلاتة، رقم الحظ بالنسبة لناس كتير، دايما الناس بتتفائل برقم تلاتة وتعمله رقم الحظ بالنسبة لها، وهو رقم حظ، رقم بشرة بالخير، بالإنجاب، بالسعادة، بفلوس، بورث. ده رقم تلاتة، ده بشرة أحيانا لناس كتير، تمام. رقم أربعة يا جماعة، دايما الإنسان اللي يكون دايما عنده تردد وجاله رقم أربعة، يعني يتفائل خير ويمشي في الحاجة اللي هو ما يترددش. دايما الانسان اللي عنده تردد في حاجات كتير وشاف رقم أربعة يعرف على طول ان هو ما يترددش، تمام، يعمل الحاجة اللي هو عايزها دي لو شاف رقم أربعة، ماشي. رقم خمسة، رقم خمسة ده رقم النصرة وأركان الإسلام الخمسة، دليل على الحمل اللي هو إتمام ال5 شهور، تمام. فرقم الفرحة ورقم الخير ورقم النصرة، دي الأرقام حلوة جدا يا جماعة، تمام. رقم 6 دليل على استقرار، دليل على ان انت مستنية حاجة وهتكمليها، دليل على ان انت الدنيا اتبنت في 6 ايام، فدليل على كل حاجة جديدة في حياتك والتفاؤل والخير والبركة. رقم 7 نفس النظام، حاجة جميلة جدا. لو جالك رقم 7 كويس جدا، تمام. رقم 8 دايما الناس اللي هي عندها تقلب في الشخصية، مترددة، بتضيع وقتها في البتاع، تعرف كده ان لما تشوف رقم 8 ده تعرف ان في تأثير في حاجات كتير او مترددة في حاجات كتير، يبقى تغير من حياتها او من طبعها، تمام. رقم 9 يا جماعة، 9 و10 اتمام شيء انت مستنياه، سفر هيتم، الحمل بعد 9 اشهر، اتمام الحمل، تمام. لو واحدة حامل وشافت يبقى رقم 9، عرف ان ربنا هيكملك وهتولدي على خير، ولادتك هتكون سهلة جدا، تمام. واحدة مخطوبة اعرفي على طول ان شاء الله بإذن الله ان جوازك قرب وهتتجوزي والدنيا هتبقى ماشية تمام، الموضوع هيتم بخير ان شاء الله. رقم 10 نفس النظام يا جماعة، اتمام الشيء. رقم 10 ده برضو اتمام الشيء، يعني واحدة هتتجوزي اللي انت بتحبيه، ربنا هيكرمك بالذرية وبالولد، ده لو واحد عايز تخلف ربنا يكرمك بالوظيفة او الشقة او حاجة انت بتستناها، او عايز تسافر ربنا هيكرمك بالسفر ده وهيتم، يعني كون انت مستنيه هو هيتم فعلا لما تشوف رقم 10 ورقم 9 يا جماعة، ده اتمام شيء في حياتكم، تمام يا جماعة. والله اعلى واعلم. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.